مش كل هزيمة بتحصل في الماتش. في هزيمة بتحصل وانت قاعد في بيتك مفكر انك ملك. لعيبة كبار شهرتهم وصلت للعالم، بس قلبهم اتكسر من أقرب الناس. تعالوا نشوف قصص لعيبة اتخانوا واتفضحوا، وفي منهم اللي انهار وقرر يعتزل. أشلي كول، الخيانة اللي ضيعت نجم الأسود الأول. كان نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، الناس كانت بتغني باسمه، وكان متجوز من المغنية الجميلة شيريل كول. قصة حب كانت ترند طول الوقت، لكن فجأة الصحف البريطانية انفجرت. أشلي كول خان مراته مع 5 ستات، واتسربت صور وهو نايم مع الستات دي. شيريل سابته في لحظة، والدنيا كلها اتقلبت عليه. الجماهير بدأت تهاجمه، والرعاة سحبوا منه العقود، وخسر ملايين. أشلي كول طلع بعدها وقال: ما قدرتش أقاوم، الشهرة والشهوة غرقوني. بس الشهرة عمرها ما كانت مبرر. لما قلبك يخون، الكورة ما تنفعكش. تييري هنري، نجم فرنسا اللي خسر بنته بسبب نزوه، كان أيقونة أرسنال وساحر الكورة في فرنسا، لكن حياته الأسرية كانت على كف عفريت. في 2007 اتكشف إنه خان مراته مع موظفة في شركة دعاية. مراته رفعت عليه قضية طلاق وخدت نص فلوسه وحضانة بنته. هنري دخل في فترة اكتئاب واختفى شهور عن الإعلام. قال بعدها: الجمهور بيغفر لك ضربة جزاء، بس بنتك ما بتغفرش إنك مش جنبها. ماورو إيكاردي، لما مراتك تكون سبب شهرتك وخرابك، دي مش قصة خيانة واحدة، دي مسلسل تركي كامل. إيكاردي حب واندا نارا مراته وصاحبة صاحبه ماكسي لوبيز، خدها منه واتجوزها، بس بعد كام سنة اتفاجئ إنها على علاقة بمغني أرجنتيني. خانته علنياً، وهو كان بيكتب بوستات بيبكي فيها ويقول: أنا لسه بحبك بس دمرتيني. إيكاردي ساب التمارين والجمهور شافه بينهار. جون تيري، خان صاحبه مع مراته والفضيحة شطبته. دي مش خيانة من ست، دي خيانة من راجل. جون تيري قائد تشيلسي خان صاحبه واين بريديتش مع مراته. القصة لما انكشفت، الإعلام الإنجليزي انفجر، اتشال منه شارة الكابتن، وبريديتش رفض يسلم عليه في ماتش رسمي قدام الكاميرات، ومن وقتها صورته مرجعتش زي الأول أبداً. رياض محرز، اتخان من مراته واتجوزت اللي خانته معاه. نجم الجزائر ومحترف في السيتي، كان متجوز من عارضة إنجليزية اسمها ريتا. فجأة صورها مع ملاكم مشهور بدأت تنتشر، وناس شافوهم خارجين من بيته. محرز طلقها، والصدمة إنها بعد الطلاق اتجوزت نفس الملاكم. محمد زيدان، كذبة دمرت كل حاجة. النجم المصري محمد زيدان، كلنا فاكرين علاقته الجميلة بمي عز الدين، لكن فجأة انفصلوا والناس كانت مش فاهمة ليه. اتضح إنه متجوز واحدة ألمانية وعنده منها ابن، ومي معرفتش غير بعدين. مي انسحبت، وزيدان خسر واحدة من جميلات السينما المصرية. محمود كهربا، قلبه في الملعب وعقله في أزمات. كهربا من أكتر اللاعبين إثارة للجدل. في تسريبات صوتية خرجت لإعلامي معروف بيأكد إن كهربا دخل في علاقة مع فنانة، وإن دي كانت سبب في مشاكل كبيرة في حياته الشخصية والمهنية. هل كانت خيانة؟ الله أعلم، بس التسريبات دي أثرت عليه في الملعب ومع الجمهور. إليسيتش، النجم اللي خانته مراته وفقد كل حاجة. خوسيب إليسيتش، نجم أتلانتا الإيطالي، كان متألق بشكل مرعب وبيكسر الدنيا في دوري الأبطال، لكن فجأة اختفى. الناس قالت إنه مصاب، لكن الحقيقة كانت أبشع. دخل على مراته، لقاها مع راجل تاني. الخبر نزل زي القنبلة. إليسيتش دخل في اكتئاب، وبعدها أعلن اعتزال مؤقت وقال: الملعب مش أهم من قلبي اللي مات. قصته أثرت في كل جماهير أوروبا، لأنه كان بيقدم أفضل موسم في حياته. كورت زوما، لما مدير أعمالك ياخد مراتك. مدافع ويست هام الإنجليزي زوما اتجوز من فرنسية وأنجب منها طفل، لكن فجأة حذف كل صورها وقطع علاقته بمدير أعماله. الصحف كشفت إن مراته كانت على علاقة مع مدير أعماله نفسه. زوما معلقش، لكنه انهار واختفى شهور. توتي، لما رموز الإخلاص تنكسر. توتي، أسطورة روما، اللعيب اللي رفض ملايين ريال مدريد علشان يفضل في ناديه، اللي اعتزل وهو محبوب من الكل، اللي قالوا له آخر من تبقى من جيل الوفاء.
لكن سنة 2022 الدنيا اتشقلبت. الصحف الإيطالية انفجرت بخبر صادم. بلاسي زوجة توتي خانته مع رجل أعمال. توتي حاول ينكر في الأول، بس ظهرت صور وتسريبات ومقابلات، وهو بنفسه طلع بعدها وقال: كنت بمر بأسوأ فترة في حياتي، حسيت إني اتكسرت. هي ما كانتش شريكة حياتي، كانت سبب نهايتي. اللي وجعه أكتر إنه ساب الكورة وهو شايف حياته بتنهار، دخل في اكتئاب وخسر حضانة أولاده فترات طويلة. في الكورة كل ماتش ليه صفارة نهاية، بس في الحياة في لحظات ما بتتعوضش وقلوب ما بتتصلحش. اللعيبة دول اتخانوا، اتكسروا، وتعلموا إن الشهرة مش بتحمي من الوجع، وإن أقرب طعنة بتيجي من أقرب حد. لو حبيتوا القصص دي وعايزين تعرفوا أكتر عن الجانب الخفي من حياة النجوم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، علشان اللي جاي هيكون أصعب، أجرأ وأصدق بكتير.